السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم عامر شكري. أهلا وسهلا بكم في السيكوال سيرفر ادمنستريشن كورس. اتكلمنا في السيشنز اللي فاتت على البلاننج وشفنا أهمية البلاننج قبل ما ندخل في موضوع الانستوليشن. هنتكلم إن شاء الله بداية من السيشن ده عن الانستوليشن، وأول حاجة هاخدكم في رحلة كده مع الانستوليشن سنتر. إيه هو الانستوليشن سنتر؟ من اسمه كده هنعرف إن هو أساس الانستوليشن لاي انستنس بتحصل. ليه؟ لانه ببساطه بيحتوي على كل اليوتيليتيز اللي انت محتاجها علشان تعمل السيت اب للانستنس، بالاضافه للتولز اللي ممكن تحتاجها وانت بتعمل بلاننج اصلا من البدايه للانفايرمنت بتاعه الانستنس دي. في البدايه كده نسخه السيكوال سيرفر ديت هنجيبها ازاي؟ ففي عندك طريقتين لنسخه السيكوال سيرفر. اول حاجه ممكن من خلال في الشركه بتاعتك او المؤسسه اللي انت شغال فيها هتلاقي في حد مختص معاه كل اللاينسز بتاعت الاجهزه، مثلا زي الويندوز، زي مثلا الاوفيس، زي الحاجات ديت هتلاقي من ضمن اللاينسز ديت هتلاقي معاه سيكوال سيرفر. طب لو احنا مش معانا او احنا مش في شركه بس بناخد عاوزين نتعلم السيكوال سيرفر او عاوزين نتعلم الادمنستريشن للسيكوال سيرفر، هندخل ببساطه على البورتال اللي موفراه لينا مايكروسوفت، اللي هو مايكروسوفت داونلود بورتال، زي ما هنشوف دلوقتي مع حضراتكم. انا دلوقتي على على الويندوز عادي، بدخل على طول على اي براوزر عندي موجود، تمام، وبكتب في السيرش او بكتب في اي حاجه مثلا اي حاجه سيكوال سيرفر مثلا 2022 داونلود مثلا، واعمل سيرش. بدور عادي، مش لازم اخش على البورتال وادور والكلام ده كله، هو على طول هيودينا للسيرش على طول، او الصفحه اللي فيها الداونلود للسيكوال سيرفر بتاعي. هنلاقي كده مثلا لينك زي دوت هو تابع لمايكروسوفت سيكوال سيرفر داونلودز. هندخل عليه، هتفتح معانا الصفحه ديت. احنا ملناش دعوه بالحاجات اللي فوق ديت. هو هنا مثلا سيكوال سيرفر اون بريم، سيكوال سيرفر اون ايجور، سيكوال سيرفر ات ذا ايدج. ننزل كده شويه في الصفحه دي هنلاقي داونلود فري سبيشاليزد اديشن. هنلاقي فيه الديفولبر اديشن، تمام، ديت النسخه اللي احنا هنسطبها، او الاكسبريس اديشن اللي هي يعتبر نسخه ليميتد شويه. هنبدا في نعمل داونلود للديفولبر اديشن. اللي هنعمله داونلود ده هيبقى ده الانستليشن هيلبر اللي احنا هنبص عليه دلوقتي. هنشوف المكونات بتاعته داونلود عادي اهو، ينزل معانا عادي خالص، وانا كنت عامله داونلود قبل كده. هنفتح الفايل، يس، خلاص دي كده انتهت مهمتها. هيبدأ بقى الانستليشن هيلبر ده يقول لي بقى النسخة اللي انت عاوز تنزلها، البيزك، تمام، او الكاستم عاوز هتغير فيها شوية حاجات، او داونلود ميديا. داونلود ميديا ديت اللي هو هتنزل نسخة ايزو، ملف ايزو على الجهاز عندك، بحيث ان هو بعد كده ممكن تستخدمه على اكتر من جهاز، تمام. وده اللي انا اللي انا يعتبر عملته على النسخة بتاعتي، علشان بعد كده نوري لحضراتكم هنمشي ازاي. البيزك طبعا هيبدا في ان هو يسطب عادي، بس هيبقى في بدل ما هو انت النسخه كلها وكل الكومبوننت بتاعتها موجوده عندك على اللوكال سيرفر او اللوكال ماشين، هيبقى بيشتغل عن طريق الانترنت. طبعا اللي عنده انترنت كويس وكده وتمام زي الفل، المفروض ياخد البيزك او ياخد الكاستم زي ما هو زي ما هو عاوز. ده وظيفه الانستليشن هيلبر، تمام. انا نزلت داونلود ميديا ديت. انا نزلت هنا نسخه اللي الايزو، وحددت المكان وعملت لها داونلود ونزلت معايا، وزي ما هنشوف مع حضراتكم كده النسخه الموجوده عندي. ده كده يعتبر وظيفه الانستليشن هيلبر. النسخه تمام، نسخه الايزو، ملف الايزو بتاعي، تمام. هو كل اللي اعمله دبل كليك عليه كده هيفتح معايا زي ما احنا شايفين الفولدرز او الفايلز، زي ما احنا شايفين كده ديت الخاصه بالسيكوال سيرفر. هنيجي على سيت اب كده، ومن هنا نفتح بقى، نفتح الانستليشن سنتر زي ما احنا هنشوف دلوقتي مع حضراتكم.
تعالوا بقى نتعرف اكتر على الانستليشن سنتر كده من قريب، وهنلاقي زي ما احنا شايفين كده عباره عن ايه. عندنا 7 تابس زي ما انتم شايفين كده: بلاننج، انستليشن، مينتيننس، تولز، وريسورسز، وادفانسد، واوبشنز. تمام. تعالوا نتعرف على كل تاب كده، كل تاب بتحتوي على ايه. اول تاب احنا شايفينها وهو مفتوح عليها اللي هو ايه الخاصه بالبلاننج. هنلاقي في البلاننج ديت عدد من اللينكس اللي بتوفر دوكيومنتيشن مهمه سيكوال سيرفر، بالاضافه لكده عندك 2 تول. تمام. زي ما احنا شايفين كده، التول الاولانيه اللي هي سيستم كونفيجريشن تشيكر، والثانيه اللي هي داونلود داتا مايجريشن اسيستنت اللي احنا هنتعرف عليها دلوقتي. اول حاجه السيستم كونفيجريشن تشيكر، ودي هنشوفها تاني في عمليه الانستليشن بروسيس. يعني هنشوفها مره تانية، يعني الويندو ديت او التول دي هنشوفها مره تانية في الانستليشن بروسيس، او يعني اثناء عمليه الانستليشن، او هنشوفها تاني في التاب الخاصه بالتولز. تمام. نرجع تاني للبلاننج. تمام. طيب دي وظيفتها ايه؟ ببساطه شديده جدا، هي بتفحص اي حاجه ممكن تاثر على عمليه الانستليشن. كمثال مثلا من الحاجات المهمه اللي بتفحصها ان هي بتتاكد ان حضرتك ما بتعملش سيت اب للسيكوال سيرفر انستنس ديت على دومين كنترولر. تمام. زي برضو ما شفنا في البلاننج، الحاجات اللي انت المفروض ما تعملهاش، ان انت ما تسطبش على دومين كنترولر. تمام. فانت من خلالها بتطمن ان عمليه الانستليشن مش هيكون فيها مشاكل. ده بالمعنى المبسط يعني، او الوظيفه بشكل مبسط اللي بتعملها السيستم كونفيجريشن تشيكر دي. التول الثانيه اللي هي داتا مايجريشن اسيستنت اللي هي DMA، ده اختصارا يعني. دي عباره عن لينك اكتر من هي تول، وهي بتساعد او بتستخدم عشان تشوف الكومباتيبيليتي ايشوز لما تيجي تعمل ابجريد سيكوال سيرفر 2022. التابة التانية هي تابة خاصة بالانستليشن زي ما احنا شايفين كده، ودي يعتبر أهم تابة في الانستليشن سنتر. تمام. لأن هي بتحتوي على كل التولز اللي احنا ممكن نستخدمها في الانستليشن، سواء لأن احنا بنعمل ستاند ألون انستليشن، أو إن احنا ناد فيتشر لانستنس موجود. تمام. التول التانية الموجودة هي خاصة بالأبجريد، إن احنا لو عاوزين نعمل أبجريد فيرجن قديمه مثلا 2016 2019 ل 2022. تمام. نقدر من خلال التول ديت نعمل ابجريد. تمام. ونخلي بالنا ان 2022 بتقبل ان هي تعمل ابجريد النسخ القديمه لحد 2016. تمام. طب اللي قبل 2016 2014 و2012، تمام، دول مثلا مش هنعرف نعمل لهم ابجريد. لا، هينفع نعمل لهم ابجريد، بس نعمل ابجريد ليهم ل 2016، وبعد كده نعمل من 2016 ل 2022. تمام. يبقى ببساطه كده عندنا الاثنين تول هم. اول واحده ان احنا نقدر نعمل انستول للنسخه الانستنس بتاعتنا، او ان احنا نعمل اد فيتشر لنسخه موجوده. تمام. او ان احنا ممكن نعمل ابجريد لفيرجن قديم من السيكوال سيرفر. مش نخلي بالنا من الحته دي، لان في تول تانية بتعمل ابجريد بس لاديشن، مش لفيرجن. تعمل ابديت لاديشن، يعني مثلا من الستاندرد للانتربرايز او من ديفلوبر للانتربرايز. ماشي. مش هي دي التول اللي بتعمل الكلام ده. التول الثانيه دي هنشوفها في في المينتيننس تاب لما نوصل للمينتيننس تاب. اما التول الموجوده في الانستليشن دي خاصه بابجريد الفيرجن. يعني انت لو عاوز عندك 2019 وعاوز تعمل ابجريد ل 2022 هتستخدم التول دي. عندك 2016 عاوز تعمل ابجريد هتستخدم التول دي. تمام. طب اللي قبل كده نسخ مثلا 2014 و 2012 هتعمل ابجريد الاول ل 2016، من 2016 تعمل ابجريد عادي ل 2022. تمام. كمان موجود في عندنا دلوقتي حاجه اسمها سيكوال سيرفر فيل اوفر كلاستر انستوليشن. تمام. او ممكن نضيف نود للسيكوال سيرفر فيل اوفر كلاستر. طيب اصلا فيل اوفر كلاستر دوت؟ اعرفها بس دلوقتي ان هي عباره عن سيستم بيتكون من 2 سيرفر او اكتر لحد 64 سيرفر بيشتغلوا مع بعض عشان يوفر ليك ريدندنسي
وبتستخدم شيرد ستورج. ماشي، عشان ليه ده كله؟ عشان يحمي من الايه فيلير، لو في حصل اي مشكله ايه لسيرفر من السيرفرات ديت، يبقى في عندك باك اب لايه السيرفرات التانيه. وده هنشوفها اكتر في لما نيجي نتكلم على ايه الاولويز اون والكلام ده كله. هنشوف الكلام ده كله ايه في من خلال الكورس ان شاء الله في السيشنز المقبله باذن الله تعالى. تمام. وكل سيرفر من دول، من اللي هو 2 او 64 حسب ايه الكلاستر اللي انت مكونها، تمام، بنسميه نود. تمام. يبقى عندك هنا في عندك برضو في التاب ديت ان انت ممكن تعمل انستول سيكوال سيرفر في الاوفر كلاستر، او تضيف نود للايه في الاوفر كلاستر دي. تمام. ده بالنسبه للايه للجزئيه دي. وبرضو للعلم يعني، لو خدنا بالنا في السيشنز اللي فاتت، السيكوال سيرفر داتابيز انجن والاناليسيس سيرفيسز دي يعتبر الانستنس فيتشرز اللي اتكلمنا عليها قبل كده. تمام. دي يعتبر كلاستر وير اب. ماشي، كلاستر وير اب، لانه ممكن يتسطبوا ايه من خلال طبعا البنيه بتاعت الفيل اوفر ديت. ممكن تستفاد بقى من موضوع الايه الاكتر من سيرفر ده، بحيث ان انت توزع الداتابيزز بتاعتك وتوزع الترانزاكشن لوج على ايه على الشيرد ستورج دي. تمام. عشان طبعا ده جهاز واحد، مش ما فيش اكتر من حاجه متوصله بيه، مثلا مش في اكتر من سيرفر متوصل، فهتلاقي الحاجات ديت ايه مش اكتف بالنسبه لي علشان اقدر ايه اسطب الفيل اوفر كلاستر ايه انستنس. تمام. لكن انا المفتوح بالنسبه لي اللي هو الستاند الون ايه انستليشن. تمام. طيب نرجع بقى للايه انستليشن تاب تاني. هنلاقي طبعا في لينكس هنا زي ما احنا شايفين ان احنا ممكن نسطب السيكوال سيرفر ريبورتنج سيرفيسز، او السيكوال سيرفر مانجمنت تولز، او السيكوال سيرفر داتا تول. والسيكوال سيرفر داتا تول دي خاصه بالبي اي اي ديفلوبمنت، والمانجمنت تول ديت خاصه بالايه الادمنستريشن على السيكوال سيرفر، والريبورتنج سيرفيس دي طبعا خاصه بالايه الاس اس ار اس اللي هو سيكوال سيرفر ريبورتنج سيرفيسز. تمام. دي كده بالنسبه للحاجه، بالنسبه لايه الانستليشن تاب. التاب الثالثه ان شاء الله اللي هنتكلم عليها اللي هي المينتيننس، ودي بتحتوي على الادوات اللي بتساعدك عشان تعمل مثلا ابجريد للايه للاديشن. خلي بالك اهو، ديت بتعمل ابجريد للاديشن. يعني بتعمل ايه؟ مثلا لو عندك ستاندرد اديشن وعاوز ترفع عليه انتربرايز اديشن، هتستخدم الايه التول اللي هي الاديشن ابجريد ديت الموجوده في المينتيننس. ماشي. لكن اللي كانت قبل كده للفيرجن، ماشي، للفيرجن بتاع السيكوال سيرفر دي الموجوده في الانستليشن. تمام. وفيه طبعا في الجزئيه الخاصه بالايه الريبير ان انت ممكن ايه لو الانستنس فيها اي مشكله ممكن تعمل ريبير من خلال ايه من خلال التول دي. تمام. ونخلي بالنا برضو ان الريبير لو حصلت مشكله في الماستر داتابيز، الماستر داتابيز دي يعتبر من السيستم داتابيز اللي احنا برضو هنشوفها وهنتكلم عليها خلال الكورس. تمام. لو فيها مشكله فانت هتضطر ان انت لما تيجي تعمل مثلا ريبير هتستخدم الكوماند لاين او الباور شيل، مش هتستخدم الريبير هنا، لان هنا الريبير مش هيكمل معاك او مش هتتم. تمام. فهتستخدم الباور شيل او الكوماند لاين. تمام. وهتستخدم بارامتر اكشن تعمل له سيت تو ايه ريبيلد داتابيز، وده هنشوف برضو في السيشنز اللي جايه. تمام. فمش عاوزين نستعجل الجزئيه دي. اهم حاجه بس اللي انا عاوزه توصل ليه دلوقتي ان انت تعرف ان الريبير دي بتساعدك ان انت تحل مشاكل الانستنس لو عندك انستنس فيها ايه فيها اي مشكله. تمام. الجزئيه طبعا الثانيه اللي هي هيدن برضو علشان الجهاز ده او النسخه ديت مش متوصله باي سيرفر تاني او مش معمول لها كلاستر يعني. تمام. ان انت ممكن تريموف نود من السيكوال سيرفر في الاوفر ايه كلاستر المتسطب. تمام. دي بالنسبه للايه الاوبشن الثالث او التول الثالثه. التول الرابعه ان هي ممكن تعمل ايه تعمل تدخل على الويندوز ابديت علشان تعمل اي ابديت او تنزل اي ابديت من مايكروسوفت نازل خاص بالسيكوال سيرفر. تمام. دي بتفتح لك الايه الجزئيه الرابعه او التول الرابعه ديت الموجوده في التاب الخاصه بالمينتيننس. التاب الخاصه بالتولز، ودي زي ما شفنا في الاول خالص بتضم التولز اللي هي ايه خاصه بتساعدك في عمليه الانستليشن، زي الاداه اللي اتكلمنا عليها في الاول اللي هي سيستم كونفيجريشن تشيكر.
ماشي، او ان هي مثلا بتدي لك ريبورت كده او ديسكفري ريبورت زي ما بيقولوا للحاجات اللي اتعمل لها انستول او الفيتشرز اللي اتعمل لها انستول من الفيرجنز المختلفه او الانستنس المختلفه الموجوده على الجهاز عندك. تمام، عشان تشوف ايه اللي اتسطب عندك وايه اللي ايه ما اتسطبش، عشان لو عاوز تضيف اي فيتشر جديده تشوف هي اصلا موجوده ولا لا. تمام، بالاضافه للتول الثالثه اللي هي الام اي بي او مايكروسوفت اسسمنت اند بلاننج. تمام، ودي بتساعدك في عمليه المايجريشن استراتيجي مثلا، او بتساعدك في الاوديتنج لللايسنس ريكويرمنتس. ماشي، ودي مش هنستخدمها اصلا او مش هنتطرق ليها خلال الكورس ده. التاب الخامسه اللي هي الريسورسز دي بقى بتوفر لك بقى اللينكس للايه، الانفورميشن خاصه بالسيكوال سيرفر او البوكس او الديفلوبر ايه او الديفلوبر سنتر، علشان اي معلومه او عاوز تضيف او تسري معلوماتك للايه سيكوال سيرفر 2022. ودي هسيبها لك عشان ايه تبص وتشوف انت الحاجات الموجوده اللي ممكن تساعدك في دراستك للايه، سواء الادمنستريشن للسيكوال سيرفر او الديفلوبمنت للسيكوال سيرفر. تمام، التابة السادسه اللي هي خاصه بالادفانسد تولز، دي هتكون فيها شويه تولز ادفانسد شويه، زي مثلا ان انت تسطب السيكوال سيرفر من خلال الكونفيجريشن ايه، كونفيجريشن فايل. تمام، ديت من الحاجات الادفانسد. تمام، اللي برضه هنتكلم عليها ايه ممكن خلال من خلال الكورس في السيشنز اللي جايه باذن الله تعالى. طبعا عندنا برضه ادفانسد تولز خاصه بكلاستر بريبريشن او كلاستر كومبيليشن. تمام، نفس الكلام عندنا ممكن نعمل ايمج بريبريشن للستاند الون. تمام، وعندنا ايمج كومبيليشن للايه، للبريبيرد اللي احنا عملناها دي. تمام، ستاند الون انستنس. تمام، ودي ممكن نتطرق ليها خلال برضه ايه من خلال الكورس او السيشنز اللي جايه باذن الله تعالى. تمام، التابه الاخيره دي تابه خاصه بالايه، بالاوبشن. والاوبشن ده كل اللي بتعمله ان هي بتسمح لك ان انت تحدد باص للانستليشن ميديا اللي انت ايه اللي انت هتسطب منها. تمام، بحيث لو هيعمل البريبريشن مش يطلب منك فين النسخه اللي يعمل منها بريبريشن. عاوز تسطب بعد كده لاي حاجه تانية ممكن تسطب من خلال ان انت خلاص حددت الايه، المكان بتاع الايه، النسخه بتاعتك اللي هي بتاعت الايه، الانستليشن ميديا بتاعتك. ممكن يكون اصلا على سيرفر بره غير السيرفر او الجهاز ده. تمام، ده بس بتسمح لك بتحديد الايه، الباص بتاع الانستليشن ميديا، المكان اللي انت هتسطب منه، لو ايه موجود نسخه منه على جهازك او موجود نسخه على ايه، على مثلا ملف شير او اي حاجه من الحاجات دي. تمام، وبكده يبقى عرفنا الايه او خدنا نظره سريعه كده على الانستليشن سنتر بكل التابس الموجوده فيه، وكل ايه شفنا كل تول ممكن تعمل ايه، او خدنا نبذه بسيطه عن ايه كل تول من التولز دي. ان شاء الله السيشن اللي جاي هنتكلم بقى اكتر او هنمشي شويه في رحله في موضوع الانستليشن. هنشوف بقى هنعمل الانستليشن ازاي، والكونفيجريشن اللي احنا بنمشي او الخطوات اللي بنمشيها داخل عمليه الايه، الانستليشن باذن الله تعالى. وبكده نكون خلصنا السيشن ده. نشوفكم على خير ان شاء الله في السيشن اللي جاي باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.